مرحبا بكم في قناتي زينب كوك اند مور. اليوم تغطيتنا راح تكون عن متحف الطيبين، موقعه في السعودية، الخبر في العزيزية. بس يا ليت قبل ما نبدأ تشتركون في القناة وتفعلون زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بسم الله نبدأ. أول ما تدخلون راح تشوفون نبذة عن المتحف. طبعا المتحف راح ينقلك للعالم القديم، الذكريات الجميلة. هذا شباك التذاكر، أسعار الكبير ب25 اللي فوق 16 سنة، واللي أقل ب15، لكن كل ما زاد العدد يكون فيه خصم 5 ريال أو 10 ريال. هذا بداية دخوله، ما شاء الله. هو عبارة عن بيت كبير ملموم وجميل، مصمم بشكل ينقلك العالم مرة القديم. يصلح تجيب فيه أهلك، تجيب فيه أبوك وأمك وجدك، راح ينبسطون مرة فيه. طبعا فيه هنا بقالة تبيع شيبسة، أشياء قديمة يعني، حلويات، بسكويتات، سكريم الطيبين، وأيضا فيه الشاي والقهوة. هنا الساحة الخارجية مصممينها وحاطين فيها أركان، مجسمات على أشكال قديمة، تقدر تصور داخلها، يعني تلتقط صور تذكارية إلك ولعائلتك. هذا بيت قديم، جميع مقتنياته موجودة هنا. طبعا الغرفة مكيفة وباردة، تقدر تستريح فيها. راح تنقلك لعالم ثاني. ما شاء الله، شوف الأثريات، شوف بس. أيضا في الساحة الخارجية موجود الجلسات في الهواء الطلق، جلسات أثرية، تصميم يعني أثري وجميل ورايق صراحة. الجلسات هذه تطل على الألعاب من جهة، وتطل على بحيرة صغيرة من جهة ثانية. وطبعا هذا مكان مخصص إلى الصلاة، وأيضا والجلسات الداخلية، اللي ما يبغى يجلس برا يقدر يجلس داخل. أيضا تصميمه جميل ويشبه الجلسات الخارجية. وهذا ركن مخصص للطيور، راح تشوف اللوحات بأسامي الطيور، وفي راح تشوف لوحات بأسامي الطيور ونماذج منها.
والحين هنا نجي لأهم ركن اللي هو المتحف نفسه. طبعا راح تدخل وبيكون مكان مغلق ومكيف، راح تشوف كل شيء من العالم القديم، كل مقتنيات من جميع الأشكال. كل شيء يخطر على بالك من زمن أول راح تلقاه موجود هنا. جوالات القديمة، تلفونات، أشرطة، مشروبات، كيف كانت البقالة وأعمال زمن أول. يعني راح تشوف الأشياء نفسها وبعضها مجسم، مسوى على شكل مجسم. يعني هنا أحلى رحلة تقدمها إلى أمك أو أبوك أو جدك أو جدتك، إنك تجيبها هذا الركن، راح تنبسط فيه كثير كثير. هذه الجوالات القديمة والتلفونات. وبكذا نكون أنهينا تغطيتنا إلى متحف الطيبين. أتمنى تكون عجبتكم، ولا تنسون تعملون اللايك إذا عجبكم الفيديو، وتشتركون في القناة، وأيضا تشاركون الفيديو أصدقائكم، وأكون شاكرة لكم.